اهلا بيكم. الاصل في جريمة التبديد الموجودة في 341 عقوبات، واللي بناء عليها بيتم الحكم بالحبس في جريمة خيانة الامانة بالنسبة لايصال امانة والقايمة والكلام ده كله، هي فكرة التسليم. يعني اهم حاجة في الفكرة انه الاصل انه الشخص ده اخد فلوس علشان يسلمها لشخص ثالث، وبناء عليه اذا ما كانش اخد حاجة يبقى كده في انتفاء لركن التسليم، وبناء عليه المحكمة بتحكم بالبراءة. عشان كده لو عليك ايصال امانة في شراء بضاعة بالتقسيط او شقة تمليك بالتقسيط واتأخرت وما رفعش ورفع عليك دعوة بإيصال أمانة، من حقك ان انت تتقدم للمحكمة وتطلب إحالة الدعوة للتحقيق، وتقول فيها انه الفلوس دي كانت خاصة بعقد بيع وبتقدم عقد البيع، عقد بيع سلعة استهلاكية وبتقدم ما يفيد ان انت كنت شاري منه تلاجة او غسالة بالتقسيط او شقة تمليك بالتقسيط. اذا المحكمة تيقنت انه فعلا في انتفاء ركن تسليم برغم انك كاتب ايصال امانة دوت بخط ايدك وماضي عليه وباصم عليه، لكن في الحالة دي بتاخد براءة والدين بيتحول لدين مدني، لانه الاساس في الجريمة هي فكرة التسليم، ولو انتفى ركن التسليم انتفى الفعل المجرم. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.